كلنا عندنا الصاحب اللي هو مقتنع ان انت بتتفرج على توم وجيري وان الانمي ده مجرد حاجات للاطفال وازاي انت بتتفرج عليها لحد دلوقتي، وكلنا نفسنا نقنعه ونخليه يتفرج معانا ويبقى عندنا حد نناقشه في الانمي كده. بحب اقول لك بقى على الوصفه السحريه اللي تخليك تقدر تقنع ان صاحبك ده ان انت ما بتتفرجش على توم وجيري، لا بالعكس ده انت بتتفرج على حاجه انت مهتم بيها ومصنفه للكبار وتقدر تغير فكرته عنها. يلا بينا نتفرج على اول حاجه عشان تقدر تقنع صاحبك ده ان الانمي مش للاطفال، لازم تكسر الفكره النمطيه عنه انه مجرد توم وجيري او مجرد شكل معارك او ايا كان. فما ينفعش تديله حاجه فيها معارك قويه عشان ده مش هيخليه يتعلق، حتى لو اتعلق بالانمي مش هيكمل في العالم ده عموما وهيحس انه اتفرج على حاجه واحده بس. فالطريقه دي ان انت تكسر الفكره المغلوطه ان الانمي ما فيهوش افكار. وطبعا مفيش احسن من بوابه عالم الانمي احسن من ديس نوت كبدايه. ديس نوت الميزه اللي فيه انه بيقنعه انه الحوار ما فيهوش قتالات او معارك، ده مجرد ذكاء وطول الوقت ذكاء بجد محدش يقدر يفسره، احسن من اي فيلم او مسلسل ممكن يكون شافه. فبالطريقه دي هيغير فكرته انه يتفرج على انمي، يتفرج على حاجه كلها ذكاء وعبقريه، كلها تحليل وشخصيات وتحقيقات، وبجد هتقدر تبهره بيه وتقدر تتراهن معاه انه بس تكمل حلقتين من ديس نوت. الحلقه تلت ساعه مش هتاخد منك حاجه، شوف اول حلقتين ولو مش عايز تكمل ما تكملش. صدقني ديس نوت من بعد اول حلقتين هو من نفسه مش هيقدر يكمله وهيخلص وهيجي لك زي ما بيقولوا راكع عايز حاجه شبه ديس نوت. وطبعا دي بتكون المرحله الاولى، وبعد ما بيجي لك بقى لازم تبدا معاه المرحله الثانيه، ما تدروش حاجه فيها ذكاء تاني او حاجه شبه ديس نوت والكلام ده، لا، وما تخلوش يبحث لوحده. انت تبدا تدخل معاه انه شاف ذكاء واقتنع ان الانمي فيه افكار وذكاء اكتر، تبدا تدخل معاه بحاجه اكشن، حاجه تدمر فكرته عن الاكشن النمطي برضه اللي ممكن يشوف في الانمي، اللي مقتنع ان هو شبه ديس نوت وبيشوف فيديوهات على اليوتيوب والتيك توك بتخليه يحس انه مجرد حاجات كده زي فار بينفخ في ايده وبيضرب. فالفكره بقى ان انت هتدخل عليه باكشن، وهو الاكشن الممزوج بالعبقريه والحبكه والقوه من اول حلقه، وهو اتاك اون تايتن. اتاك اون تايتن انمي يجمع بين الاكشن والذكاء والتخطيط والعالم اللي كان متفرد والواقعيه والتحريك والرسم، كل حاجه في اتاك اون تايتن مثاليه انه يخليه ينجذب ويقتنع ان الحاجات الذكيه مش بس موجوده في الافلام او المسلسلات الاجنبي او خلافه، لا ده ممكن يشوف عالم تاني من الانمي مليان افكار ومليان خدع صعب انها تتعمل حتى في مسلسلات. وبكده دخلت اتاك اون تايتن الاكشن هتخليه مقتنع ان الاكشن في الانمي يقدر يقبله بعينه ويقدر يقبله بفكره، وبكده تبقى حطمت عنده القاعده الثانيه ان مفيش اكشن ممكن يعجبه من الانمي. وبعد ما يخلصوا ويجي لك مبهور ويجي لك واقع ويقول لك انا خلاص سلمت، انا مقتنع ان الانمي ده مش معمول للاطفال بس. بعد ما يجي لك ويبقى مقتنع تدخل معاه المرحله الثالثه. المرحله الثالثه اللي هو هتعمل له مزيج بقى بين ديس نوت وذكائه والاكشن والحبكه بتاعت اتاك اون تايتن. لازم تديله انمي هو بقى عنده الصبر انه يصبر على الانمي ويشوف للاخر، وفي نفس الوقت هيبقى متحمس وعايز يشوف. احسن انمي يمزج لك بين ديس نوت واتاك اون تايتن في رايي هو كود جيس. كود جيس مزيج بين الاكشن والقوه والمعارك والتخطيط والحروب والذكاء اللي كان موجود في ديس نوت. المزيج ده هيعمل له خلطه في دماغه، هيحس انه مبهور، ومهما كان طول الوقت بيقول لك ان هو لا مش بنفس القوه، بعد ما بيخلص الجزئين من الانمي ويخلص الانمي اللي هيبقى برضه مصر ان هو هيكمله لانه مقتنع ان لسه في قوه، بعد ما يخلصه هيجي يقول لك انا خلصت واحد من احسن الانميات اللي ممكن اشوفها وبجد النهايه عبقريه، وهيحب نهايته وهيحبه جدا وهيبقى نفسه يقول لا انا ظلمته في الاول. كود جيس واحد من اعظم الانميات واللي فعلا ينفع يبقى الثالث في القائمه اللي تخليك تشوفه. طبعا ما ينفعش تديله انمي اسطوري، ما ينفعش تديله انميات من اللي احنا بنحبها. انا بحب وان بيس وبحب اللي بيحب وان بيس، بس ما ينفعش واحد لسه ما بيتفرجش على انمي وعايز يتفرج ابدا له بوان بيس على طول هعقده من اول 1000 حلقه، لا لازم ابدا معاه بانميات تشده. وبما انه عايز يندمج ممكن لو هو بيحب انميات رياضيه ممكن تنصحه ببلو لوك لو هو بيحب الكوره وعايز يشوف حاجه فيها فكر الكوره وفيها كلام عن لعيبه الكوره اللي هو بيحبهم، طبعا بلو لوك. لو هو بيحب المسلسلات اللي كان فيها معارك زي فايكنج وخلافه ممكن تقترح عليه فينلاند ساجا، واحد من اقوى الانميات اللي فيها حروب وفايكنج، هيبقى مبهور بيه وهيهتم وهيكمله للاخر وهيعرف ان الانمي فيه افكار عميقه اكتر من اللي بيتخيل. بس الخطوه بقى المهمه ان انت تبدا معاه بانمي اسطوري، وبكده تبقى خلاص اقنعته 100% ان هو يبقى اوتاكو، يبقى مدمن، ويبدا بعد كده ينافسك ويقول لك انا شفت انمي محدش يعرفه، وهو الانمي الاسطوري اللي انا بقترحه للناس اللي بتبدا. مع احترامي لكل الانميات بقى الاسطوريه الطويله اللي احنا بنحبها زي وان بيس وناروتو وبليتش وخلافه، بس احسن انمي يبدا بيه هو هانتر اكس هانتر. قناص انمي بدايته وقوته واحداثه تشد اي حد،
خليه يكمل الانمي للاخر، حتى لو الانمي حاسس ان هو طويل لا، مش هيحس لما يتفرج على واحد من اعظم واحسن الانميات اللي ممكن يشوفها، والانمي نفسه فيه قوه وفيه معارك وفيه كل حاجه هتخليه مقتنع ان الانميات الطويله دي هي اللي بتعلقه، وهيجي لك بعد كده يقول لك انا مش عايز انميات من الصغيره دي، انا عايز اقعد كده اندمج في الانمي ده. فهو هانتر اكس هانتر في رايي هو اقوى واحد اسطوري يقدر يبدا بيه، تقدر بعد كده بقى على حسب ذوقه وحابب اهتماماته تبدا تقترح له انميات. بس طبعا بما انه عايز بحر من الانميات، فانا اقترح عليك بقى يتابعنا على اليوتيوب، تابعنا على الصفحه، ويدخل على جروبنا يجي انمي قالش على الفيسبوك، يقدر يشوف ناس كتير قوي يقترحوا له انميات كتير من اللي هو بيحبها، وبعد كده يجي يقول لنا رايه في الكومنتات. متنساش تحفظ الفيديو وتبعته لصاحبك وتقنعه، وتيجي تكتب لي في الكومنتات انت اقنعته ازاي.